الفيلم بيفتح على مشهد قوي. المكسيك سنة 1980. داني مع هانتر وفريقهم في عملية اغتيال دقيقة جدا. المكان حر جدا، ضباب خفيف والتوتر باين على وشوشهم. داني واقف ومعاه سلاح، عينه مركزة على الهدف. الفريق بيتواصل بإشارات صغيرة من غير صوت تقريبا. فجأة تبدأ العملية، اقتحام وضرب نار سريع والهدف بيقع. لكن في لقطة صغيرة جدا طفل بيظهر في الصورة. اللحظة دي بتكسر داني من جوه وبتخليه يحس ان اللي بيعمله مش صح. بعد العملية دي بيقرر يعتزل الشغلانة كلها. بعد العملية نشوف داني عايش في استراليا، سايب ورا ظهره كل حاجة ليها علاقة بالقتل. عنده مزرعة صغيرة وبيحاول يعيش حياة طبيعية وهادية. كمان بيرجع يشوف حبيبته القديمة آن اللي كانت فاكرة انه هيفضل في حياته دي، لكن الهدوء ده مش بيكمل. وصل لداني خبر صادم، هانتر اتخطف. اللي خطفه شيخ يمني غني جدا عنده قبيلة مسلحة. الشيخ عايز داني ينفذ عملية خطيرة جدا، يقتل 3 ضباط انجليز، كل واحد فيهم مسؤول عن قتل اولاد الشيخ في حرب عمان. الموضوع صعب جدا، مش عشان القتل، لكن الضباط دول مدربين وعايشين تحت حماية قوية جدا. والشيخ عايز العملية تبان حادث عادي مش اغتيال مباشر. والأخطر لازم يجيب اعتراف من كل ضابط قبل ما يقتله. داني في الأول بيرفض، لكنه بيغير رأيه عشان ينقذ صديقه القديم هانتر اللي محبوس عندهم. داني مش هيقدر يعمل المهمة دي لوحده. بيرجع يتواصل مع 2 من رجالة زمان، ديفيس مهندس متفجرات ومتابعة، مايرز واحد من أذكى الناس في المراقبة والاختراق. ال3 بيبدوا يحضروا للمهمة مع بعض، وكل واحد ليه دوره الخاص. أول هدف، الضابط بريطاني عايش حياة هادية. الفريق بيراقبه من بعيد، يعرفوا مواعيده وأماكن اللي بيبقى فيها. الخطة حادث عادي يخليه يموت من غير ما يبين إنها عملية اغتيال. داني بيرتب يدخل البيت في وقت الضابط فيه، يجهز الكاميرا عشان يسجل الاعتراف، وبعدين يبتدي العملية. داني بيقتحم المكان، بيواجه الضابط ويخليه يعترف إنه شارك في حرب عمان وقتل عيال الشيخ. بعديها يجهز العملية كحادث، وفعلا الراجل بيموت بطريقة تبان طبيعية. دي أول عملية هتنجح، والشيخ مبسوط جدا من النتيجة. بعد ما خلص داني أول عملية، نبتدي نتعرف على شخصية جديدة مهمة جدا، سبايك، ضابط بريطاني سابق من وحدة سرية اسمها ال SAS. الوحدة دي كانوا زمان بيشتغلوا في عمليات قذرة لحساب الحكومة. دلوقتي بقى عندهم منظمة سرية اسمها الفرسان. مهمة المنظمة دي إنها تحمي سمعة الجنود القدام وتمنع أي حد يقتلهم أو يشوه صورتهم. لما بدأت تحصل وفيات غامضة للضباط، سبايك شك إن في قاتل مجبور بيصفيهم، وقرر يحقق بنفسه في الموضوع ده. من اللحظة دي بتحدد داني وفريقه في مواجهة سبايك ورجالته. داني وفريقه بيبتدوا يراقبوا الضابط التاني المطلوب، لكن الجو مكهرب لأن في نفس الوقت سبايك بيبدأ يراقبهم هما كمان. وسبايك بيشوف داني في الشارع وبيتعرف عليه، وبيبتدي ما بينهم مطاردة في شوارع لندن، بس داني بيقدر يهرب في الآخر. الموضوع بقى أشبه بلعبة شطرنج. داني عايز ينفذ العمليات وسبايك بيحاول يسبقه ويوقفه الأول، لكن بعد كل ده داني بيقدر يوصل للضابط التاني ويخليه يعترف ويقدر يصوره ويخليه يموت موتة كأنها طبيعية. لكن العملية كانت فوضوية جدا وبتسيب أثر كبير. داني بيراجع نفسه، أنا كنت عايز أبعد عن الدم وعايز أبعد عن كل المشاكل دي، لكن دلوقتي غرقان أكتر من الأول. بيرجع يكتب خطابات لحبيبته اللي في استراليا، بس مش بيبعتها. بيحاول يقنع نفسه إن كل ده عشان يحرر هانتر. في نفس الوقت سبايك عنده دوافع شخصية، شايف إن قتل الضباط إهانة لشرف ال SAS، نفسه يوقف أي محاولة اغتيال تانية. المطلوب الثالث، أصعب واحد، عايش في منطقة محصنة، حراسة مشددة وخبير في النجاة. الفريق بيحاول يخترق المكان، لكن العملية تتحول لمجزرة صغيرة. ماير بيتصاب فيها والضغط بيزيد على داني. في الآخر يقدروا يسجلوا اعتراف الضابط ويخلصوا عليه، لكن العملية دي كانت أكتر واحدة دموية. بعد الاغتيال الثالث، المواجهة بين داني وسبايك بتبقى وش لوش. مشهد ضرب بالإيد عنيف جدا في حمام عام، بيحاولوا يخنقوا بعض وبيحصل تكسير في النص، لكن الاتنين بيطلعوا مضروبين، محدش فيهم يقدر يخلص على التاني. المشهد ده بيوضح إن بينهم احترام غريب رغم إنهم أعداء. بعد العمليات دي كلها، داني بيكتشف إن اللعبة مش بالبساطة دي. الشيخ مش بس عايز انتقام، ده كمان بيلعب سياسة مع أجهزة استخبارات. الفريق بيبدأ يشك إن هم مجرد أدوات في مؤامرة أكبر. وفي نفس الوقت سبايك يوسع تحركاته ويحاول يجمع أدلة على داني ورجالته عشان يوقفهم نهائيا. واحد من رجال داني يتضح إن هو خانهم وباع المعلومات لجهة تانية. الموضوع يقلب كمين ويتعرض الفريق لهجوم مفاجئ. داني بينجو بصعوبة، لكن الخيانة تخلي ثقته في أي حد حواليه تنهار. في المشهد ده بتأكد إن اللعبة أكبر من مجرد قتل ضابط، في دول ومصالح واقفة ورا كل حاجة. داني أخيرا بيوصل لاتفاق مع الشيخ وبيقول له التسجيلات اللي جمعتها تثبت اعترافات الضباط، مقابل
مقابل ده هتسيب هانتر حر. لحظة مؤثرة جدا لما داني وهانتر بيتقابلوا بعد شهور طويلة من السجن والخطر. هانتر بيبصله يقول له انه كان متأكد انه هيجي عشانه. في الاخر داني قرر يسيب كل حاجة ويرجع لحبيبته تاني في استراليا، لكن قبل ما يسافر بيتقابل تاني مع سبايك. المفاجأة مفيش قتال، الاتنين بيقفوا ويتكلموا بهدوء كأنهم عارفين ان هما مجرد عرايس في لعبة أكبر. المشهد الأخير بيسيبك محتار، هل فعلا خلصت القصة ولا في صراعات تانية؟ فيلم كيلر إليت بيجمع بين الأكشن والتشويق والسياسة. داني مش بطل ولا شرير، هو مجرد واحد اتسحب للعبة أكبر منه. سبايك مش عدو تقليدي لكنه بيدافع عن رجالة خدموا بلادهم. الشيخ استغل الكل عشان مصالحه. يا ترى مين الصح ومين الغلط؟